السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. عواشكم بروكا ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا باش ما تمنيتوا يا ربي. بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير الشباكية من شهر رمضان المبارك ان شاء الله. شوفوا معايا كيف كتجي من داخل، كيف مجعبة ومعسلة ومقرمشه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه على الطريقه ديالي تجربوها وتعجبكم. ننتقلوا من الطريقه ديال التحضير والمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق الابيض على الشكل هذا، اللي طبعا غربلته، وغادي نضيف هنا 5 ملاعق كبيره من نافع البلدي اللي حمصته في المقله وطحنته وغربلته مزيان فواحد الصفايه اللي كتكون رقيقه. وعندي هنا كذلك واحد 5 المعالق كبارين ديال حبه حلاوه اللي مصهده هي في المقله ومطحونه ومغربله. وعندي هنا كأس ونصف من اللوز، يعني عبرته حبوب في كاس ونص، يعني حبوب حمرته في المقله يعني بقشوره وطحنته وغربلته على هذا الشكل هذا. وعندي كذلك نصف كيلو من الزنجلان اللي صهدته في المقله وطحنته وغربلته. وعندي هنا واحد الجوزه اللي حكيتها في الحكاكه وغربلتها. وعندي هنايا ملعقه كبيره ديال القرفه اللي هي كذلك غربلتها. بالنسبه للنواشف، هادشي اللي عندنا في النواشف. غادي نخلط هادشي هذا مزيان حتى ينسجم لي مع الخليط، وغنبقى نبسبس فيه على هذا الشكل هذا حتى ينسجم لي مزيان مع الخليط. عاد نضيفوا السوائل صافي. هنا من بعد ما انسجم لي الطحين ديالي مزيان مع جميع المكونات، غادي نضيف نصف كأس من زيت الزيتون، وغنضيف نصف كأس من الخل. غنضيف هنا ملعقه كبيره من الخميره ديال الخبز اللي عملتها في المدافي حتى تفاعلت، وغنضيفها للخليط على هذا الشكل. عندي هنا 4 كيلو من الزبده، انا استعملت هنايا لا مارك ديال هولنديسا، ذوبتها كامل هذيك 4 كيلو وعطاتني كاس، عطاتني هذا المقدار اللي كتشوفوا في الفيديو. عندي هنا واحد شويه ديال الزعفران شعره اللي خليته يطلق في الماء، ودابا غادي نصفيه. عندي هنا واحد القرعه ديال الماء الزهر الغذائي. هاد القرعه هذه كتوزن 25 سيليلتر. هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي نضيف الملح، كنت نسيتها ما ضفتهاش في الاول، غنضيفها في هذه المرحله. القليل من الملح على هذا الشكل هذا. صافي غادي نجمع المكونات مزيان بهذه الطريقه هذه. صافي هنا غادي نضيف القليل من الماء الدافئ اللي غادي نجمع به العجين على هذا الشكل هذا، شويه ماشي بزاف. تبارك الله عندنا السوائل فايشه تعجين العجين، تنتحصلوا على واحد العجينه متماسكه على هذا الشكل هذا. وصافي غادي نقطعوها على هذا الشكل، وغادي ندلكوها مزيان فوق سطح العمل، ندلكوها مزيان. من بعد غادي نقطعوها الى قطع صغيره. صافي هنا من بعد ما قطعناها غادي نخليوها ترتاح واحد شويه. من بعد غادي ندوزو باش نطلقوها. كنرشوا شويه ديال الدقيق وكنطلقوا العجين ديالنا وكنطويوه على 3، عاد كنطلقوه في الماكينه وكنبداو نشكلوا القطع ديال الشباكيه ديالنا.
صافي هنا غادي نبداو نشكلوا القطع الشباكيه ديالنا. بالنسبه للطريقه ديالي انا كنشكلها بهذه الطريقه، كنهز خيط وكنخلي خيط وكنقرص الجوانب الاخرانيين وكنقلب. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا، اللي كتجيني سهله، وكنبقى نستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي جميع القطع. صافي هنا ملي ساليت التشباك ديال الشباكيه، عندنا هنايا باش نقليوها. الشباكيه ملي كتوضعوها في الزيت سخونه وكتنفخ كتكون الوصفه ناجحه 100%. من بعد ما كنقليوها صافي كنعملوها في العسل باش تعسل على هذا الشكل، وكنزينوها بالزنجلان. هذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالنا اللي كتجي مجعبه ومعسله من داخل. شوفوا كيفاش كتجي من داخل، كيف كتجي مجعبه ومعسله ومقرمشه ولذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه او تعجبكم الطريقه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.